أي برا اليوم ناقفوا مع الشعاب العلمية. ديما اللاتر هو برشا معناها خاطر قاعدين يطلبوا مني نفسر لهم منهجية متاع الفيلو. فالمهم قلت برا نفسروا المنهجية وكيفاش معناها تخدم كل سؤال بصحيح، وتطير نوتك خاطر سهلة وما فيها حتى شيء. وماذا بكم قبل كل شيء افهم معناها الدرس باش تنجم تخدم بالكدا، تبداش معناها تفتي من راسك تفسر من راسك معناها وتطيح فك الكلام السطحي اللي ما عنده حتى علاقة بالفلسفة. فننصحك في كل درس يعني يجيست افهم كل فيلسوف شنية حاب يوصل، افهم مضمون الدرس شنية، واحفظ شاهد كل فيلسوف فيه البركة. فالحسيلو باهي يا سيدي بن سيدك، كي يجيب لك سؤال يقول لك حدد لي الضمنيات، اكشف عن ما هو ضمني. الحسيلو لهنا يعني ماكش باش تفسر وتكسر راسك ياسر، حاجته بيك تعطيه الحاجة اللي متخبية ورا الكلام هذايا. يعني هذاك كلام ملغم لازمك تطلع اللغم. مثلا كي نجي نقولك يا سيدي قداشك ضعيف وانت تعود سمين باش تترشق، يعني مانيش نتنمر، مجرد مثال للتوضيح لا اكثر ولا اقل. ولا مثلا ناخذ من الفلسفة احنا قولة عتبة الإنسانية هي عتبة المواطنة مثلا. لهنا ضمنيا نكتشفوا ديريكتومون أن المواطنة شرط الإنسانية، وأنه إنسانيتنا معناها نكتسبوها كي نمارسوا مواطنتنا. فالمهم كي تجي تجاوب تقول يسلم ضمنيا هذا القول كذا كذا وحيث يفترض كذا كذا، وتبدأ تفسر معناها شوي معناها كالمخفي في القول ما توسعش برشا. ويجيك زاد ساعات سؤال يتعلق بالمفاهيم، يقولك ما دلالة كذا، ما مفهوم، ما معنى، ما المقصود. الحسيلو باش تعرف معناها المفهوم سياقيا، ماذا بيك معناها يكون معرف بكلام عميق عنده معنى مش سطحي معناها تبدأ تفسره برا. زاد مثلا تنجم تعطي النقيض متاع المفهوم هذاك باش تبين معناها الانتخراط تاع فلسفة زعما زعما. وعندك زاد ينجم يجيك سؤال يقولك ما هي الإحراجات ولا المخاوف ولا التبعات الاستتباعات المخاطر. يعني راك باش تحكي معناها لهنا على الحاجة الخطيرة، معناها الحاجة المضرة. يعني كي يقولك ما هي الاستتباعات المترتبة في العيش في سلطة استبدادية، أكيد يعني أنت باش تفسر له معناها كي فهمت لي حاجة خايب باش تفسر له إنه الإنسان يولي معاش إنسان، حريته تغيب، يعيش كالبكمة، يعيش مقموع وغيره من السلبيات. باهي وكي يجيك سؤال يقول لك حدد لي رهانات ولا غايات ولا أهداف ولا المراد تحقيقه، لهناش تحكي عن الرهانات يعني الحاجة اللي نحبوا نوصلوا لها. وعندك بطبيعة رهان عملي لازمك تفسره ورهان نظري. فالرهان العملي تحكي فيه معرفيا يعني شنية الفايدة، معناها شنية الحاجة الجديدة اللي ربحت منها هنا مناش تحررت بعبارة أوضح. والرهان النظري ايش تحكي معناها شنو اللي تبدل في الحياة والسلوك سواء أخلاقيا اجتماعيا سياسيا، تفسرهم بطبيعة كل واحدة في جملة العملي والنظري. وكيجيك سؤال ما مدى راهينية، مش الرهانات فما رهان وراهينية. يقول لك ما مدى راهينية معناها يتعلق بالواقع اليوم، يجيب لك قال ويقول لك ما مدى الراهينية ولا أوضح الراهينية درشنية. معناها لهنا يتعلق بالواقع اليومي اللي عايشينه اليوم. يعني الفكرة اللي جاتك تفسرها بالواقع متاعنا، مثلا يجيب لك الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. لهنا معناها تنجم تحكي مثلا على الكورونا كيفاش معناها فتكت بالإنسان وخلات الآخر نشوفوه عدو لينا و وكيجيك سؤال يتعلق بالبحث عن وظيفة، يعني بطبيعة ماكش باش تلوج على خدمة، يقول لك ما وظيفة ولا بما يطلع، ما مهمة، ماذا ينجز. المهم لهنا باش تطلع شنو يتأسس الشيء هذا، شنو يعطيك، شنو يوفر ويحقق. كما يقول لك ما وظيفة الدولة الديمقراطية، يعني أكيد باش تقول له كالأمن والسلم والحرية والبقاء و باهي يلخو. وكيجيك معناها سؤال ما مشروعية، ما وجاهة، ما أحقية، ما مدى صحة ودرشنية برشا معناها أمثلة كيما هكا. معناها ما الأكثرية ديما تجي ما مشروعية، هي ما وجاهة ذوما ديما اللي يطيحوا. المهم لهنا باش تحكي على الصحة متاع الشي هذايا، يعني كيما نقولوا الفايدة والنفع اللي جاي من هنا، باش تبين معناها وتنجم معناها انت بعد ما تبين النفع والفايدة والشيء هذاك الباهي من الحاجة هذيك تنجم زادة تبين السلبي في جملة كاكا معناها. وفما حاجة ماهاش صحيحة فيه، زادة فيه ثغرات مع ساهل ماهل، معناها سؤال سهل على الاخر. باهي توا برا معناها الاستاج الوحش اللي برشا معناها يضيعوا فيه، اللي هو النص. كي يقولك معناها مثلا استخرج لي الأطروحة،
تطلع كيما نقولوا الحاجة اللي كاتب قاعد يدافع عليه ويحب يقنعك به، يعني الفكرة الرئيسية نجم معناها كيما نقولوا تسمرها بك أدوات الإثبات. تلقى جمل تبدأ كإن، لابد، بل، حاجات تدل على التأكيد، أدوات التأكيد. يعني المهم انت الكل معناها تفهمهم الجمل اللي تخرجهم تلقى فيهم تأكيد وشي هذاك، واخرج منهم فكرة بسيطة، فكرة عامة معناها لخصهم الكل في فكرة عامة شي يحب يوصل الكاتب، فاش قاعد يدافع، فاش يعمل هذا، فاش يهبب. وتقول الكاتب يدافع الكاتب عن كذا كذا، وتبدأ معناها تحكي في جملة يزي معناها توسعش ياسر. وكي يقول لك الأطروحة المستبعدة، يعني الحاجة اللي ضد الأطروحة المثبتة، حاجة معناها ينفي فيها الكاتب ويحطم فيها ويبدأ يدقدق فيها ويشكك فيها، وكالعادة معناها تنجم تسمرها زادة بأدوات النفي أكيد، لا، ليس، لن، لم، درشنية. فالمهم يعني من بعد تقول معناها يدحض الكاتب الموقف القائل بي كذا كذا، واحكي على روحك معناها كيما قلت لك فكرة في جملة يزي باهي. كي يقول لك معناها في سؤال حدد الإشكالية، باش تعطي معناها سؤال من الأول متاع معناها المشكل، يعني علاش تطرح الشيء هذا المشكلة. ديما لازم يكون عندك خلفية مثلا النية والغيرية شنية، دواعي طرح كل محور لازم تعرف دواعي طرح المشكل متاعه. النية والغيرية مثلا حقيقة الإنسان، الدولة مثلا اسكو الدولة معناها تقود الإنسان ذات اليمين ذات الشمال، اسكو معناها استبداد ولا ظلم، كل محور لازمك تعرف معناها دواعي المشكل متاعه. فالمهم لهنا كما قلت لك باش تعطي سؤال من الاول تاع المشكل، يعني علاش تطرح شيء هذا، تبداه بما حقيقة كذا كذا، ما حقيقة العلاقة بين الأنا والآخر، ما درسنية، ما الإنسان، ما حقيقة الإنسان، أنت والمشكل اللي عندك، أنت والمحور. بعد ما تكتب السؤال هذاك تقول هل أن، معناها تطرح السؤال متاع الأطروحة، وأم أن نقيض الأطروحة. وبعدك السؤال النقدي، وإن سلمنا بأن، لهنا بعد ما تكتب وإن سلمنا بأن عاود اكتب الأطروحة، معناها الأطروحة المثبتة، الأطروحة الأساس معناها، عاود تطرحها في شكل سؤال. وبعد قول ألا يوقعنا ذلك في ضرب من التساؤل حول المساوئ التي تخفيها. يعني والأسئلة ماذا بيك كلها في فقرة واحدة، مش كل سؤال في مطة ولا كل سؤال وحده، كلها مع بعضهم لاصقين في بعضهم غير تفصلهم علامات الاستفهام. هل أنا وأم أنا ما بيناتهمش علامة استفهام. فالمهم وكي يجيك معناها سؤال يقول لك قدم حجة، ماذا بيك لهنا تقنعه بحجة ولا جوز؟ يعني أكيد لهنا يعتمد على فهمك النظريات الفلسفة، يعني مهم تقدم حجة كما نقول على حسب النظرية متاع الفيلسوف اللي تحكي بها، وما تجبدش اسم الفيلسوف بطبيعة، كون شي معناها باش تعطي شاهد معناها تدعم به الحجة، فكرة واستنتج عليها ودعمها بشاهد كان تحب وقتها، أما انطلق من حجة متاع فيلسوف. وتوا نتعدوا الستاج كما نقولوا جود ليفل، معناها اللي هما برشا يشوفوها صعيبة زادة، اللي هي الفقرة معناها، اللي هي بالعكس سهلة ماهلة. تبعني مليح ولد أختي باش نعاونك فيها على الآخر. المقدمة ماذا بيك تبدأ تقول يثير مشكل، من بعد تحت تعطي معناها كما نقولوا الدواعي متاع طرح المشكل، معناها كما قلت لك كل مسألة تعرف علاش تطرح لها المشكل، تقول يثير مشكل مثلا تحديد حقيقة الإنسان الأنية والغيرية وكذا. وبعد تتعدى تقول العديد من الإحراجات والصعوبات وتباين لافت في اختلاف وجهات النظر. فمن جهة لهنا تبدأ تحكي على العنصر الأول متاعك، الحاجة اللي أعلن عليها الموضوع، الأطروحة فسرها شوي بعد ما فسرتها وحكيت عليها. ومن جهة أخرى هو العنصر الثاني، هنا تحكي على الأطروحة، النقيض تاع الأطروحة هذيك، وفسرها دوبلاش جملة معناه. بعد قول ومتى تعلق الأمر بالبحث في المشكل المطروح يحق لنا التساؤل، واطرح الإشكاليات كما فسرتهم لك من قبل نفس الصيغة. وبعديك باش تتعدى للتحليل أبدأ أحكي معناها كما نقولوا على الأسباب تاع المشكلة هذي علاش تطرح، وبعد معناها المضمون متاعه، وفسر واحكي، وابعد عك السرد والكلام السطحي، معناها حاول تقنع بلغة فلسفية مقبولة. كما قلت لك رد بالك تسمي أسامي الفلاسفة، تحب تحكي عن نظرية فيلسوف احكي عبارة انت الفيلسوف هذاك، ما تجبدش اسمه، ما تجبد عليه حتى شيء، يكون شي معناها باش تدعم أفكارك بشاهد. وقتها قول على حد تعبير أفلاطون بعد ما تكتب القولة متاعه. بعد تحاول تحكي على الحاجات الضمنية في الموضوع، وبعد احكي زاد على الإحراجات، معناها الحاجات الخايبة تتوسعش فيها برشا، جملتين حتى هيزي 3 ماكش مطالب برشا. وبعديك معناها بعد ما كملت هذوما تهبط السطر وتمشي معناها بارتين نقد.
تطرح هكا السؤال النقدي اللي كتبته في الإشكالية تاع وإن سلمنا كذا كذا، عاود اكتبه في شكل سؤال، معناها عاود اطرحوا السؤال، وبعد تبدأ تحكي على الحاجات الإيجابية. يعني قول عن حاجات الإيجابية اللي في الأطروحة هذيك، قول معناها ما يمكن تثمينه هو، وابدأ احكي على روحك، عوم في بحرك، وبعديك معناها اهبط الستار. بعد ما كملت حكيت على الإيجابيات، تهبط الستار تحكي على الخايب، تبدأ تنقد لهنا، قول إن هذا الموقف لا يخلو من إحراجات وثغرات لابد من الوقوف عليها، وابدأ احكي عليهم كالعادة. معناها بعديك سيبو، معناها كنت تحب تعمل هنا راهنية، معناها كان عندك وسعبال ومكفيك الوقت، اعمل راهنية، معناها احكي على المشكلة هذاك من الواقع، وبعديك اهبط الستار واعمل خاتمة على روحك، ولخص اهم معناها استنتاجات في تحليلك ونقاشك، وبروح. واللي مازال ما فهمش حاجة يخلي كومنتارها هنا في الفيديو، ومرحبا بيه، واللي يحب يتواصل معايا كيف مرحبا، وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح للجميع.